لو نفسك الذكاء الاصطناعي ما ياخدش مكانك في الشغل يبقى لازم تعمل الحاجات اللي الذكاء الاصطناعي ما يعرفش يعملها. الذكاء الاصطناعي في الاول وفي الاخر هو روبوت، يعني شيء من صنع البشر، يعني عمره ما هيعرف يوصل انه يعمل الحاجات اللي البشر بيعملها، زي انه يعرف يتواصل او يشارك او يحس. فمثلا كل الشركات دلوقتي اللي بتفهم هي اللي بتشغل موظفين يقدروا يتعاملوا مع عملاء ويحلوا مشاكلهم سواء بره الشركه او جوه الشركه. مهاره مثلا زي مهاره حل المشكلات، مهاره مش اي حد يعرف يمتلكها حتى لو هو روبوت او ذكاء اصطناعي متسيستم ان هو يعمل كده. وده لان في تغيرات كل يوم بتحصل سواء لسوق العمل او للعملاء، فلازم دايما يكون في شخص مؤهل دايما انه يحل المشاكل دي ويتعامل معاها. مهارات تانية زي مهارات التفاوض والبيع والاقناع. من الصعب جدا انك تجيب روبوت تسيستمه انه يقدر يبيع سلعه معينه لعميل بالعافيه. لازم يكون موظف شاطر جدا عنده المهاره دي علشان يقدر يقنع عميل انه يشتري سلعه معينه، او انه يتفاوض على سعر سلعه معينه، او ازاي اصلا يعرضها بحيث انها تلاقي قبول. فمهارات زي البيع، الاقناع، التواصل، التفاوض مستحيل الذكاء الاصطناعي يعرف يتعلمها. تعلموا المهارات دي وبقى قابلوني لو الذكاء الاصطناعي خد مكانكم. متنسوش ان انا مايكل مصري وبساعدك هنا انك تطور من نفسك. لو حابب تشوفني تاني اعمل لي فولو.